فهو بمثابة إعدام لكل من هو في قطاع غزة، لأنه انهيار المنظومة الصحية يعني انهيار كل قطاع غزة. لكن لن نصمد أكثر من هذه الساعات. مجمع الشفاء الطبي وكل المستشفيات ستسقط المنظومة الصحية تماما، وستكون هذه المستشفيات بمثابة مقابر جماعية. وضع صعب صراحة، أنا لم أره في حياتي. ما نستطيع الآن أن نكمل وننقذ الكثير من الجرحى. ما عندهم يقين، ما يفكش. لا هي الناس ما دامت هي ما حد يعمل عمل هاي باكت. الله يخلي بيوتهم، الله يخلي بيوتهم. الله أكبر، الله أكبر. والنصر للعراق. أصل البشر إنسان، كل الرسل إخوان. موسى وعيسى ومحمد بيرفضوا العدوان، وبيرفضوا ذلنا وبيمجدوا الإنسان. الله هو المحبة، ديننا هو السلام.